كانت في بنوتة قمر وشقية اسمها ليلى، لابسة تيشيرت أحمر جميل. كانت بتلعب بالصلصال وبتلعب في الرملة اللي في الجنينة، وبتعمل أشكال وحاجات كتيرة قوي. ليلى كانت بتنسى حاجة مهمة قوي: تغسل إيديها. مامتها الجميلة كانت دايما تقول لها: يا لولو يا حبيبتي، يلا بينا على الحوض نغسل إيدينا بالمية والصابون قبل ما تاكلي. ليلى كانت ترد بدلع: يا ماما دلوقتي أنا إيديا نضيفة خالص ومفيش فيها حاجة. باباها كان شد إيديها وقال لها: خدي بالك يا ليلى، إيدك عليها حاجات صغيرة خالص إحنا مش بنشوفها بعينينا، دي اسمها جيرمز، والجيرمز دي بتحب الأكل اللي بناكله وبتحب تدخل بطننا وتعمل أمراض. ليلى كانت مستغربة: يا بابا أنا مش شايفة أي جيرمز دي، هي فين؟ أنا نفسي أشوفها. ليلى فضلت تفكر وتفكر طول اليوم: أنا لازم أشوف الجيرمز دي بعيني. وفي ليلة من الليالي ليلى نامت وحلمت حلم غريب قوي. حلمت إن في فراشة صغيرة بتطير حواليها. الفراشة دي كانت بتلمع بألوان قوس قزح. الفراشة قربت من ليلى وقالت لها بصوت رقيق: أهلاً يا ليلى، أنا فراشة الأماني وجاية أحقق لك أمنيتك. عايزة تشوفي الجيرمز؟ تعالي معايا في مغامرة خطيرة. ليلى فرحت قوي وهزت راسها بالموافقة، وفجأة الفراشة نفخت عليها نفخة سحرية، وليلى لقت نفسها بتصغر وتصغر، بقت أصغر من النملة كمان. الفراشة قالت: يلا بينا، إحنا دلوقتي صغرنا خالص وهنقدر نشوف عالم الجيرمز اللي بيستخبى. طارت ليلى مع الفراشة ووقفت على إيد ليلى نفسها. إيه ده؟ مش ممكن! ليلى صرخت بصوتها الصغير: إيه ده كله؟ شافت ليلى على إيديها عالم تاني خالص. كانت فيه كائنات صغيرة قوي، أشكالها غريبة ومضحكة، ولونها ساعات أخضر وساعات أحمر وساعات أزرق. دي كانت الجيرمز. الجيرمز دي كانت بتتحرك وبترقص على إيديها ومستعدة تدخل جوه جسم ليلى مع أي أكل. قالت ليلى للفراشة بخوف: هم دول الجيرمز يا فراشة؟ دول جيش كبير. الفراشة لدت: أيوة يا ليلى، دول أشرار عايزين يدخلوا جسمك، بس ما تخافيش، دلوقتي هيجي المنقذ. وفجأة ليلى شافت نور أبيض قوي بيظهر في الأفق. النور ده كان بيلمع وبيتحرك بسرعة. إيه ده يا فراشة؟ ليلى سألت بفضول. الفراشة ابتسمت وقالت: استعدي، دول أبطالنا الخارقين اللي مش بيخافوا من الجيرمز، المية والصابون. أول ما المية والصابون نزلوا على إيد ليلى في الحلم، حصلت حاجة عجيبة. المية والصابون عملوا زي جيش من البابلز. كل بابل كانت بتطير وتجري بسرعة صاروخ ورا الجيرمز الشريرة. الجيرمز بدأت تصرخ: اهربوا، البابلز وصلت، احنا مش بنحب المية والصابون. والبابلز كانت بتجري وراهم وتقول: يا جيرمز الشريرة، برا برا، هنا مكان النظافة والقوة. وفي ثواني قليلة كل الجيرمز اختفت تماماً. إيديها بقت بتلمع ونظيفة. المهمة نجحت. ليلى فرحت قوي وقالت: واو، المية والصابون والبابلز دول بجد أقوى جيش في العالم ضد الجيرمز. وفجأة ليلى صحيت من النوم، فتحت عينيها وهي لسه فاكرة المغامرة الخطيرة دي. بصت على إيديها وابتسمت وقالت: أنا فهمت دلوقتي يعني إيه جيرمز ومين الأبطال اللي لازم أستعملهم. جريت ليلى بسرعة على الحوض، فتحت المية وحطت الصابون وبدأت تغسل إيديها كويس قوي وهي بتغني: يا جيرمز يا وحشة، باي باي، إيديا نضيفة دلوقتي وأنا قوية. ومن ساعتها بتغسل إيديها على طول، بعد اللعب وقبل الأكل وأول ما توصل البيت.